نفسي لأني أكاد أشك فيك وأنت مني. يقول الناس إنك خنت عهدي، يقول الناس إنك خنت عهدي، يقول الناس إنك خنت عهدي ولم تحفظها ولم تصني. يقول الناس إنك خنت عهدي، يقول الناس إنك خنت عهدي، يقول الناس إنك خنت عهدي ولم تحفظها ولم تصني. يقول الناس إنك خنت عهدي، يقول الناس إنك خنت عهدي ولم تحفظها ولم تصني. وأنت منايا أجمعها مشت بي إليك خطى الشباب المطمئن. يقول الناس إنك خنت عهدي، يقول الناس إنك خنت عهدي، يقول الناس إنك خنت عهدي ولم تحفظها ولم تصني. يقول الناس إنك خنت عهدي، يقول الناس إنك خنت عهدي ولم تحفظها ولم تصني. وأنت منايا أجمعها مشت بي إليك خطى الشباب المطمئن. الله 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 الله.
شفتوا قفلة المشايخ، قفلة مشايخ 10/10. طيب تقول لي ليه بقى عم رياض غالبا انتقل من مقامه الأصلي الكرد إلى مقام الرصد، رصد الجركة؟ أقول لك لأنه اللي جاي تصعيد درامي يحتاج التعامل معاه بشكل مختلف، يعني يحتاج أحط شرطة هنا. على فكرة أنا قلت إن النقلة تمت في المذهب، النقلة الغنائية تمت في المذهب، سواء سميتوه مذهب أو كوبليه، لكن الجديد أن النقلة تمت عن طريق الغناء وليس عن طريق تفسير موسيقي أو نقلة موسيقية. ليه بقى؟ التصعيد الدرامي حصل فين؟ حصل هنا، من أول هنا. التصعيد قد يتم بالحدث، بتصعيد الحدث، وقد يتم بشرح ما أوجزته من قبل. هو الراجل قال لنا، الأمير عبد الله الفيصل قال لنا: أكاد أشك في نفسي لأني أكاد أشك فيك وأنت مني. لخص الحكاية كلها وحكى. ولكن التصعيد هنا في التفصيلة فين؟ يكذب فيك كل الناس قلبي وتسمع فيك كل الناس أذني. الله، يعني الصراع هنا احتدم، الصراع ما بين قلبي اللي هو بيكذب كل الناس وما بين ودني بقى اللي سمع كل الناس وبتحدف لعقلي. إذن كان لازم على السنباطي انه يحط شرطة هنا. اختار الرصد لانه حنين، الدخول ان قلبي هو اللي مش مصدق، الدخول احن من ان ودني مصدقة او بتسمع. إذن كان عليه انه يختار مقام حنين كمان يخش عليه عشان يكمل. وكم طافت علي ظلال شك، أخيلة الشك نفسها أقضت مضجعي واستعبدتني. اتفرجوا بقى على أداء الست نفسها، والنبي تتفرجوا على أقضت مضجعي شكلها إيه. شوفوا بتقولها إزاي، شوفوا شرخات الصوت اللي بتعملها، شوفوا الإعادات ولزومها. اتفرجوا على الغنى العربي في أبهى وأحلى صوره في مع أم كلثوم وهي بتغني ثورة الشك. هنكمل معاها إلى أن تعود لمقام الكرد علشان تقول: كأني طاف بي ركب الليالي يحدث عنك في الدنيا وعني، على أني أغالط فيك سمعي، إلى آخر المقطع ده اللي آخره أحلى بيت في القصيدة كلها: وما أنا بالمصدق فيك قولا ولكني شقيت بحسن ظني. اللي تعبني إن أنا مصدقك أنت وبتفرج على يعني اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجب. هو ده اللي تعبني، اللي مشقيني حسن ظني فيك وثقتي فيك. ده احلى بيت في القصيده كلها. طبعا اللي مخليه احلى بيت هو كم التدفق اللي فيه وكم البلاغه اللي فيه، كم المتناقضات والمفارقات الى اخره الى اخره الى اخره. المهم نسمع هذا الجزء الجميل من السيده ام كلثوم. وأنت منايا أجمعها مشت بي إليك خطى الشباب المطمئن. يكذب فيك كل الناس قلبي وتسمع فيك كل الناس أذني. يكذب فيك كل الناس قلبي وتسمع فيك كل الناس
يكذب فيك كل الناس قلبي وتسمع فيك كل الناس أذني وكم طابت علي ظلال شك وكم طابت علي ظلال شك وكم طابت علي ظلال شك وقدت مرجعي واستعبدتني كأني طاف بي ركب الليالي يحدث عنك في الدنيا وعني كأني طاف بي ركب الليالي يحدث عنك في الدنيا وعني كأني طاف بي ركب الليالي يحدث عنك في الدنيا وعني على أني أغالط فيك السمع وتبصر فيك غير الشك عيني على أني أغالط فيك السمع وتبصر فيك غير الشك عيني وما أنا بالمصدق فيك قولا وما أنا بالمصدق فيك قولا وما أنا بالمصدق فيك قولا ولكني شقيت بحسن الظن
الله 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 الله. شفتوا طبعا، شايفين الغنى، شايفين السنباطي وهو بيتلاعب بالمقامات كما يريد. عمل لحنين لكأني طاف بي ركب الليالي، واحد على الكرد وواحد على الراس، وقفل نفس القفلة في الحالتين، يعني ارتد لحنه إلى اللحن الأصلي بتاعه علشان يختم نفس الختام. الحقيقة الغنوة أهم وأخطر من أن تعالج في حلقة أخذ منها 10 دقايق لإيضاحات وتفسيرات كثيرة في بداية الحلقة. اسمحوا لي، حاب أرجع لها تاني في حلقة تاني يمكن بعد بضعة أشهر، لكن هي لازم تتعالج كاملة لأنه الوقت قرب يفوت. اسمحوا لي نكمل مع الأغنية الكام دقيقة اللي فاضلين، ولنا معاها لقاء تاني، لأني أنا فعلا ما أقدرش أسيبها من غير ما أتكلم عنها. تعالوا نكمل مع الأغنية. وتبصر فيك غير الشك عيني على أني أغالط فيك سمعي وتبصر فيك غير الشك عيني وما أنا بالمصدق فيك قولا وما أنا بالمصدق فيك قولا وما أنا بالمصدق فيك قولا ولكني شقيت بحسن الظن. وفات الوقت وما بقاش فاضل غير ان اقول لكم انه ميعادنا باذن الله يوم الحد الجاي وقبل 53 دقيقة من دلوقتي. لأسرة برنامج غواص في بحر النغم، من التنسيق أيمن فتحي، ومن الهندسة الإذاعية علي حسن، لهم مني كل الشكر وليكم مني كل الحب. الأسبوع القادم في نفس الموعد يتجدد الغوص في بحور النغم.
غواص في بحر النغم. سهرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمار الشريعي.